مساء الخير جميعا، كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. سيدنا ارحب بحضراتكم باسم مجلس اداره واعضاء جمعيه اصدقاء الموسيقى والفنون اسكندريه. والحقيقه ما كانش ممكن انه يعني ينقضي عام 2011 من غير ما نعقد هذه الأمسية اللي نكون حريصين جدا فيها على ان احنا نتعرف على ابداعات شبابنا في المجالات المختلفة، سواء الفنون التشكيلية او في الشعر او مجالات الابداع بشكل كبير. احنا دايما بنتطلع اللقاء ده الحقيقة وبيبقى لقاء ممتع بنشعر فيه بالامل والتفاؤل بالمستقبل، واحنا بنتعرف على ابداعات شبابنا واولادنا في المجالات المختلفة. بنعتذر ان احنا اضطرينا نأجل هذا اللقاء لمدة شهر تقريبا، الشهر الماضي، نتيجة بعض الاحداث اللي كلنا عشناها، لكن الحمد لله انه الامور استقرت. النهارده العالم كله بينظر لمصر وهي تستعد انها تخرج اول برلمان بعد الثوره في عرس ديمقراطي جميل يشهده العالم كله. ويعني اولى الخطوات اللي بتدي ثقه في المستقبل برغم الفتره الصعبه اللي احنا عشناها خلال الشهور الماضيه من احداث ومن مشاعر مختلفه انتابتنا ببعض القلق، لكن الحمد لله رؤيه واضحه، الايمان بالمستقبل، مستقبلكم افضل. واللي بيحدث وضع طبيعي في الانتقال، لانه حجم النقله حجم كبير قوي، وطبعا كان لازم يبقى متوقع بعض هذه الاحداث، لكن ان شاء الله النهارده كان اول يوم في المرحله الثانيه في الانتخابات، وان شاء الله تمر على خير، والمرحله الثالثه ويبقى عندنا في برلمان، ثم لجنه تاسيس للدستور، ثم اختيار رئيس، ثم يبدأ الاستقرار والنظر بكل الامل والتفاؤل في المستقبل. لكن بيظل دايما الاساس في كل ده هو المصري بكل ما يحمله من جذور الثقافه والعلم والفكر والابداع اللي اسرى العالم كله، واللي نفسنا ان شاء الله بعد انتهاء هذه الفتره العالم كله يسمعه بقوه. فاحنا الحقيقه كلنا النهارده في تشوق شديد ان احنا نسمع لكم ونسمع منكم. وفي النهايه صحيح احنا هنحتفل بالبعض اللي حصلوا على المراكز الاولى، لكن الحقيقه الجائزه الكبيره لنا كلنا ان احنا نتعرف على الابداعات اللي موجوده في المجالات المختلفه. بنشكر كل الشكر والتقدير لكل اللي ساهم معنا، سواء في التنظيم، طبعا استاذ محمد علي يعني الحقيقه عمل مجهود غير عادي علشان تقام هذه الامسيه قبل نهايه هذا العام، وكل من ساعدوا وساهم معاه في هذا، واسهاماتكم وابداعاتكم اللي موجوده النهارده في القاعه المجاوره او اللي احنا هنسمع لها النهارده. بنشكر كل اللي حضر اليوم، وبنأمل ان شاء الله ان احنا يكون عندنا المزيد من هذه اللقاءات اللي احنا نتعرف عليها على ابداعاتكم وعلى انشطتكم الفنيه. كل الشكر لجميع من ساهم في هذه الامنيه، وكل التقدير، كل المحبه، وكل الامنيات الطيبه والتفاؤل بسنه جميله وسنه سعيده قادمه ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، مساء جميل، مساء مشرق، ومساء مليء بالفن والادب، واعلن نشاطات كثيره في هذه الجمعيه المحببه الى قلبي لوجودكم ولوجود اعضائها. دايما بشرف ان انا اكون موجود معهم الاستاذ الفاضل الاستاذ يوسف كمال، الاستاذ الفاضل العباس يحيى، ومجموعه مجلس الاداره جميعها.
في هذه الجمعية التي حين أنظر إليكم جميعا أجد أنها فعلا الجمعية لها دور مجتمعي واضح في هذا التجمع وهذا التنوع ما بين الأجيال والتنوع ما بين الأنشطة. فكل الشكر ليكم والتقدير على ما تقوموا به من جهد، ولتكثروا ولتنضموا ولتضموا إليكم أعضاء جدد، لأن مصر محتاجة لكل أجيالها في هذه المرحلة أن يكون لهم دور في كل مجالات الأنشطة لكي يعبروا عن هذه المرحلة